بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متحدث الدكتور عبد الرحمن أحمد طالب زروق، أستاذ القانون بالأكاديمية البحرية المعهد العالي لعلوم البحار المدرسة العليا للضباط. للأسف الشديد وبكل حسرة أقول أنني تعرضت رفقة زميلي أستاذ اللغة الإنجليزية لاعتداء جسدي أثناء مزاولتنا لمهامنا داخل إدارة الدروس بمبنى المدرسة العليا للضباط. والواقعة تتجلى في الآتي: أنه تم منعنا قبل ذلك من الولوج إلى المؤسسة التي نشتغل بها طبقا لأحكام القانون الذي يربطنا بها، وهو مقرر الاكتتاب والترسيم الموقع من طرف وزير التعليم العالي ووزير الوظيفة العمومية كأساتذة جامعيين. تم منعي بالنسبة للمدرسة العليا للضباط. أخبروني أنه صدر ما سموه أمر عسكري بعدم ولوجي إلى مؤسستي التي أشتغل بها، وكان ردي على قائد المؤسسة أنه ما يجب أن يتم تسليمي وثيقة تفيد بمنعي من دخول المؤسسة مهما كانت طبيعتها. أخبرني أن الأمر يتعلق بأمر عسكري. قلت له أنه قائد مدرسة معين بمذكرة عمل، وأنني أستاذ بالمدرسة مرتبط بها بقوة إلزامية قانونية تعلو مذكرة العمل نفسها، فكيف يلج باب المدرسة يلجها عمال المطعم، يلجها العمال العاديون العقدويون الأساتذة المتعاونين، ليتم منعي من طرف عسكري ببزة عسكرية يحمل بندقي. على كل حال تمالكت نفسي، بقيت واقفا، طلبت منهم استدعاءه، هاتفني قائد المدرسة قال لي بعبارة لا يمكن للأسف، لأن قائد الأكاديمية البحرية هو الذي أصدر تعليماته بذلك. أذكر الرأي العام الوطني أن قائد الأكاديمية البحرية هو نفسه الذي خاطبني مباشرة شفاهة، قال لي سأستخدم قوة عسكرية وستندم. قلت له سأندم على ماذا؟ إذا كنت رفضت أن تحيل ملف متكامل لمسابقة أبدت فيها وزارة التعليم العالي ما يجب والإدارة غير ملزمة بمجرد إحالة. قال لي لن أقوم بذلك بعد أن استفزوني وبعد أن قاموا بالإجراء الإداري ثم مزقوه بعد ذلك، ثم قاموا بإجراء آخر اتفقنا عليه وهو الاستفسار من وزارة التعليم العالي، ثم مزقوا ذلك، لم يجدوا سببا كافيا فلجوا إلى عدم ولوج المؤسسة الذي يحرمه القانون بطبيعة الحال. على كل حال أستاذ اللغة الإنجليزية تم منعه من ولوج معهد العالي لعلوم البحار، وقد ارتكبوا في حقنا الكثير والكثير من الخروج عن القانون وعن نصوصه ومن المسائل التي مجرمة قانونا. الأكاديمية البحرية لا تتعامل بالقانون إطلاقا، ولا تريد أن تتعامل بمقتضيات القانون، إنما تصر أن تتعامل بأمر عسكري. الأكاديمية البحرية راسلتها المحكمة العليا بخصوص أستاذ اللغة الإنجليزية مراسلتين من طرف محكمة عليا لم يردوا إطلاقا. انتهت الآجال، لا يعترفون بالمحكمة العليا إطلاقا، على الأقل القائمين على الأكاديمية البحرية. الأكاديمية البحرية في إجراءات ومساطر إدارية تتعلق بحق مكتسب ترفض مجرد إحالة ملف. يعني ماذا؟ يقولون أمر عسكري. في هذه سكتنا وسكتنا بغيرها. الأكاديمية البحرية لا تطبق القانون لأنها تحتضن طلبة من دون شهادات من خيرة أبناء الشعب الموريتاني، يتفوقون في البكالوريا، يتكونون سنتين في الأقسام التحضيرية، يلجون مسابقة دخول مدارس المهندسين 5 سنوات، تتخرج دفعات من دون شهادات وطنية. لا يريدون أن يتعاملوا بمقتضيات القانون، لكن فاضت النقطة التي أفاضت الكأس هي ما يجب أن نطلع عليها الرأي العام، وهو أنني حينما تم منعي راسلت مباشرة في رسالة تظلم وجهتها إلى والي ولاية داخل نواديبو، وتحدثت مباشرة رقم الرسالة موجود مع الوالي المساعد ومع مدير الديوان. لجأت إلى الدرك الوطني وحررت شكاية بمنعي من الولوج إلى مكان عملي. لجأت إلى النيابة العامة ممثلة في المدعي العام ووكيل الجمهورية لقتل الأستاذ با. كان الحديث حديثا وديا استخلصنا فيه الآتي، ويجب أن يعلم الرأي العام ذلك: أن الخطوة الأولى يجب أن نحاول تسوية الأمور إداريا. قالوا يجب أن تذهبوا إلى قائد المنطقة العسكرية لأنه شخص متزن، وربما بما أنه معني بالعسكريين يمكن أن يجد حلا للمشكلة. قالوا يجب أن تذهبوا إلى الوالي، مع أننا ذهبنا إليه قبل. قالوا يجب أن تذهبوا إلى المؤسسة لتسلموها تظلم. إذا تعاملت معكم المؤسسة وسمحت لكم بالدخول يجب أن تضعوا تسلموا وثيقة التظلم. إذا لم تتعامل المؤسسة عليكم أن تغادروا دون الاحتكاك
بالمؤسسة وتلجأوا إلى العدل المنفذ ليقوم بواجبه. خرجنا مباشرة من عند مكتب المدعي العام ووكيل الجمهورية، وامتثلت طرق جميع الأبواب بما فيها أبواب طرقتها من قبل، نزولا عند رغبة ما قد يفضي في شيء من الأيام في مواجهة الأمر العسكري مع تشبثه بالقانون وبمقتضيات ما يمليه القانون. ذهبنا إلى قائد المنطقة العسكرية، أخبرنا أنه غير موجود وأنه يمكن، واستلموا أسماءنا بطبيعة الحال، أو على الأقل سألونا عن صفتنا، قلنا أننا أساتذة تعليم عالي. أخبرونا بأنه غير موجود وربما يمكن أن تتاح فرصة في لقائه في أي وقت. غادرنا عين المكان إلى والي ولاية داخلة نوادبو، وجدنا الوالي المساعد، ذكرته بموضوع الرسالة.